تزوج رجل من امرأة قبيحة الوجه، وفي يوم من الأيام زاره أحد أصدقائه وكانت كاشفة الوجه، فأسرع إليها في عجل وهو ينهل وقال لها: غطي وجهك يا امرأة، أحد أصدقائي هنا فقد يراك. ابتسمت المسكينة وقالت: لهذه الدرجة تغار علي؟ التفت إليها وهو يتحسر وقال لها: لا والله، بل أخاف عليه من هول فجيعته حين يراك. كان لرجل زوجة قبيحة الوجه، وكان حين يأتي للنوم معها يطفئ السراج، وبعد أن ينتهي يشعل السراج. وفي يوم من الأيام اقتربت منه وسألته: لماذا تستحي مني وتطفئ السراج عند تلك اللحظات الجميلة؟ قال لها: لأن لحظة إطفاء السراج هي اللحظة الوحيدة التي أشعر بأنك امرأة، أما باقي الأوقات فأنا أعتبرك صديقي فلان بائع الدجاج صاحب أكبر شارب بالمدينة. وخطب رجل امرأة ولم يراها إلا في ليلة الدخلة، وعندما كشفت عن وجهها تفاجأ بوجهها القبيح، فقالت له: لا يهم الجمال، المهم الأخلاق. فأجابها وهو يخفي عبرته: ماذا أفعل بالأخلاق وأنا متزوجا من طباخ الملك؟ ودار حوار بين زوج وزوجته القبيحة، حيث سألته وقالت: ماذا تتمنى من الله؟ قال لها: أتمنى من الله أن يرزقني مالا كثيرا. فسألها: وأنت؟ قالت: أتمنى من الله أن يرزقني طفلة جميلة تشبهني. ففز من جلوسه وقال: قولي باختصار: أتمنى من الله أن يرزقني قردا. ثم غطى وجهه باللحاف وغرق في النوم. وكان لرجل زوجة قبيحة الوجه حملت، وقرب وقت ولادتها دخل غرفتها أمها وبعض النساء يساعدوها على الولادة، وكان زوجها في الخارج منتظرا للطفل الجديد. وحين ولدت الزوجة سمع أم زوجته تقول: يا الله، كم هي جميلة هذه الطفلة، تشبه أمها. فرد الزوج من الخارج: لا، بشرك الله بخير، خذ الطفلة لك يا وجه البومة، يكفيني ابنتك التي تشبهك تماما. يروى أن رجلا كان عنده امرأة قد مات عنها 4 أزواج، فمرض مرض الموت، فجلست عند رأسه تبكي وقالت: إلى من توصي بي؟ فقال: إلى السادس. قال المستوكل الجندي والسياسي المشهور لابنه: يا بني، هل تعلم أنك أقوى مخلوق في العالم؟ فسأله الغلام: وكيف ذلك يا أبتاه؟ فقال الوالد: لأن العالم يحكمه الإغريق، وأهل أثينا يحكمونهم، وأنا أحكم أثينا، وأمك تحكمني، وأنت تحكم أمك. قال الأصمعي: قيل للإعرابي: بل لم يتزوج امرأتين لم يذق لذة العيش، فتزوج امرأتين فندم، فقال: تزوجت 2 لفرط جهلي بما يشفي به زوج 2. فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تمسي وتضحى تردد بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أبرى من إحدى السخطتين، وأبقى في المعيشة كل بأس، كذاك المرء بين الضربتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى، عتاب دائم في الليلتين. عزيزي المشاهد، النوادر والطرائف من 1 إلى 5 قمت بتأليفها أنا مالك القناة نبيل حسين. الفيديو ومحتواه ليس إلا محاولة لرسم الابتسامة على شفتيكم. لا تنسوا الاشتراك.